اكتر حاجه ممكن توجع القلب لما ام تتعب في تربيه عيالها 24 سنه وفي يوم تصحى تلاقي اولادها الاربعه دولت مقتولين. احساس صعب قوي ومحدش يقدر يتخيله. وانا بقرا تفاصيل الحكايه دي كنت اعيط والله، علشان حطيت نفسي مكان الام وهي بتشوف عيالها مذبوحين قدام عينيها. طبعا حرقه قلب ما تتوصفش. في العموم الحلقه دي فيها كميه حقد وغل وكراهيه مش هتشوفها في حياتك. علشان كده يلا بينا نبدا على طول. بس قبل ما نبدا ما تنساش تصلي على النبي وتعمل لايك واشتراك. عملت احلى تحيه. انا احمد حسني وده برنامج الحكايه من الاخر. اهلا بكم مره تانية. اللي في الصوره دي اسمها اسماء من محافظه القاهره وتحديدا منطقه المطريه. اسماء كان عندها 17 سنه وكانت جميله جدا ومحترمه. وفي يوم في شاب اسمه عبد العزيز شاف اسماء في الشارع واعجب بيها جدا وقرر ان هو يمشي وراها ويعرف بيتها فين. واثناء ما هو ماشي وراها حاول يعكسها، ولكن اسماء بتبقى محترمه ومش بترد عليه. علشان كده عبد العزيز قرر ان هو يدخل البيت من بابه وراح وتقدم لاسماء علشان يخطبها ويتجوزها. ولكن ام اسماء ما بتبقاش مستريحه للشخص ده، علشان كده بترفض الجوازه من الاساس. ولكن اسماء ساعتها حست انها مستريحه لعبد العزيز، خصوصا ان هو جه ورسم عليها دور الشاب الغني اللي له تجاره خاصه بيه وعنده محلات في سوق العبور. وهنا تحاول اسماء انها تقنع امها انها توافق عليه وتقول لها ده شاب باين عليه محترم وانا موافقه عليه، وما تعرفش ان الشاب اللي بتقول عليه محترم ده هيطلع عينيها. وبعد محايلات كتير ام اسماء توافق على الخطوبه. وخلال فتره الخطوبه عبد العزيز يقعد يوهم اسماء ان هو هيعيشها عيشه مرتاحه جدا. وكل يوم كان بيعدي اسماء كانت بتتعلق بعبد العزيز اكتر واكتر لحد ما اسماء تخلص الدراسه وتاخد شهاده الدبلوم. وهنا عبد العزيز يستعجل موضوع الفرح ده جدا ويقول لها ان شقته بقت جاهزه على المفتاح واسماء خلصت دراستها فمفيش حاجه تمنعهم ان هم يتجوزوا. وفعلا خلال شهرين تتم الجوازه ما بين عبد العزيز واسماء وتسكن اسماء في بيت عيله عبد العزيز واللي بتبقى في منطقه اسمها صنافير تبع محافظه القليوبيه. وخلال اول شهر الحياه ما بين اسماء وعبد العزيز كانت مستقره جدا وده الطبيعي في اي جوازه. ولكن بعد ما شهر العسل اللي ما بينهم يخلص يبدا عبد العزيز يتغير 180 درجه وكانه بقى شخص تاني وبقى دايما بيتعصب على اسماء وبقى بيشتمها باوحش الالفاظ. وبعد فتره بدا يضربها جامد كمان. ساعتها اسماء ما كانتش مصدقه نفسها ان عبد العزيز بقى قاسي قوي كده وكانت كل شويه تنزل تشتكي لاهل عبد العزيز. ولكن الشكوى بتاعتها ما بتجيبش فايده لان عبد العزيز ما بيسمعش كلام حد ولا بيكبر لحد وبيعمل كل اللي في دماغه. باختصار يعني ملوش كبير. اسماء تقرر انها تستحمل عبد العزيز يمكن يتغير بعد كده. ودي اكبر غلطه ممكن اي حد يعملها في نفسه، انه يبدا يتاقلم على وضع مش كويس. وفعلا اسماء فضلت تستحمل عبد العزيز كتير لحد ما في مره عبد العزيز ضرب اسماء جامد جدا واسماء فضلت تصوت جامد من كتر الوجع اللي حاسه بيه. وهنا بقى مفروض عبد العزيز يوقف ضرب فيها ويبقى في قلبه رحمه، ولكن لا، فضل يضرب فيها كمان وكمان واسماء تصوت اكتر واكتر لحد ما ابو عبد العزيز يطلع جري ويحاول يمنعه. ولكن عبد العزيز من كتر الافتراء بتاعه يضرب ابوه هو كمان ويزقه من على السلم فابوه يقع على دماغه ويجيله ارتجاج في المخ. فاسماء تتصدم من المنظر اللي شايفاه قدام عينيها وتتاكد ساعتها ان عبد العزيز حاله عمره ما يتعدل لانه عاق لابوه وامه ومش بيكبر لاي حد خالص. واكتشفت ان عبد العزيز ده مدمن مخدرات وبيشرب حشيش وبانجو وبيشد شاده. وهنا تقرر اسماء انها تنفصل عن عبد العزيز لما تتاكد ان حاله عمره ما يتعدل خالص. ولكن القرار ده جه بعد فوات الاوان لان اسماء بتبقى حامل من عبد العزيز وتبدا تفكر من تاني انها تكمل مع عبد العزيز علشان الواد ما يترباش بعيد عن ابوه. وبعد 6 شهور اسماء تولد وتجيب ولد وتسميه جلال وبيبقى عندها امل ان عبد العزيز لما يبقى اب حاله يتعدل. ولكن للاسف مش بيتعدل وكل مره حاله بيسوء اكتر واكتر. واسماء كل ده مستحمله علشان خاطر ابنها جلال. وبعد فتره اسماء تحمل تاني والمره دي تجيب بنت وتسميها تسنيم. وكل مره معامله عبد العزيز لاسماء بتسوء اكتر واكتر لدرجه ان هو بقى بيضربها ويهزقها كل يوم. وهنا اسماء تقرر انها تطلب منه الطلاق وتسيب له البيت وتمشي خالص وتروح عند اهلها. ولكن وهي ماشيه عبد
العزيز يشوفها وهي واخده العيال معاها، فياخد منها ابنها جلال بالعافيه ويسيب لها بنتها تسنيم علشان صغيره ومحتاجه ترضع، وبعد كده يقول لها يلا غوري عند بيت اهلك. وفعلا اسماء تروح عند بيت اهلها وتفضل قاعده هناك اكتر من 3 شهور، وخلال الفتره دي كانت بتبقى هتموت وتشوف ابنها جلال، وكل ما تحاول انها تتكلم مع عبد العزيز عشان تخلي جلال يعيش معاها كان عبد العزيز بيرفض وبيقول لها انا هخلي جلال معايا علشان احرق قلبك عليه، ولو عايزه تشوفيه تعالي ارجعي عيشي معانا وانا وعدك ان هتغير ومش هعاملك وحش تاني. اسماء علشان ابنها كان وحشها جدا للاسف وافقت انها ترجع له تاني، واسماء اول ما رجعت عبد العزيز فضل يعاملها معامله حلوه لمده يومين بس، وبعد كده رجع يعاملها معامله وحشه تاني، واسماء كانت بتصبر وتستحمل علشان خاطر عيالها، وقررت انها تفضل مع عبد العزيز ومش هتمشي تاني لبيت اهلها علشان خاطر عيالها ما يتبهدلوش ويفضل الحال ده مستمر سنين. وخلال السنين دي ربنا رزق اسماء بولد وبنت تانيين وسمتهم نديم وتغريد، وبعدها على طول عبد العزيز يبدا يحصل له مشاكل في الشغل ويضطر يقفل المحل اللي كان فاتحه في سوق العبور ويقعد في البيت من غير شغله ولا مشغله، ويبدا يزود في شرب المخدرات ويستلف من كل اصحابه في المنطقه، وفي كل مره كان بيشرب فيها مخدرات كان بيرجع البيت مش شايف قدامه، وبيفضل يضرب في العيال وفي مراته اسماء من غير سبب. ولما الديون زادت عليه واصحابه بداوا يطالبوه بيها عبد العزيز قرر ان هو يمشي من المنطقه خالص، وقال لاسماء ايه رايك نروح نعيش في القاهره في الشقه اللي انت ورثتيها من ابوكي. اسماء في الاول ترفض وتقول له لا طبعا، ولكن لما مسكها ضربها وهددها ان هو هيأذي عيالها وهيأذيها ساعتها اسماء توافق ان هم يعزلوا في الشقه بتاعتها اللي ورثتها من ابوها. ومن اللحظه دي عبد العزيز فضل قاعد في البيت وما بيجيبش اكل لعياله ولا بيصرف عليهم خالص، لحد ما تضطر اسماء انها تنزل تشتغل وتصرف على عيالها. في الاول اشتغلت في محل بيع منظفات المنزل واتعلمت كل حاجه تخص المجال، وبعدها قررت انها تفتح محل لنفسها، وفعلا استاجرت محل ووضبته وفتحته محل منظفات، والحمد لله المحل في الاول كان ماشي حلو جدا وبيجيب فلوس كتير، واسماء كانت بتاخد الفلوس دي وبتصرفهم على عيالها الاربعه لان فعلا المصاريف كانت كتير جدا، خصوصا ان عيالها الاربعه كلهم كانوا في المدرسه، وعبد العزيز اللي اسمه راجل قاعد في البيت ومش بيشتغل. لا وكمان بدا يضغط على اسماء علشان تديله فلوس، واي فلوس كان بياخدها كان بيجيب بيها مخدرات، وشهر ورا شهر اسماء ما كانتش بتعرف تجيب بضاعه للمحل بسبب الفلوس الكتير اللي كان بياخدها منها عبد العزيز. وفضل الحال ده لحد ما اسماء قفلت المحل خالص، وبعدها اسماء تزهق من عبد العزيز خالص وتقول له انا بعد كده ماليش دعوه بموضوع المصاريف ده، وانت عايز تنزل تشتغل وتصرف على البيت ماشي، مش عايز يبقى تخلينا كده نفضل من غير اكل ولا شرب وهنموت من الجوع. عبد العزيز اول ما يسمع منها كده يحس ان رجولته اتهانت، وقال لها انت بتذليني علشان بتصرفي على البيت، طب وربنا لو هوريكي انا هعمل ايه. واول حاجه عملها رجعهم لبيته اللي في القليوبيه ونزل يشتغل اي شغلانه علشان يصرف على البيت، ولكن كعاده اي مدمن ما بيبقاش عنده شخصيه ويرجع تاني يقعد في البيت ويتخانق مع اسماء وعياله، ويمر الوقت بسرعه وحالهم يفضل زي ما هو، وعبد العزيز مره يشتغل والف لا، واسماء في كل مره كانت بتروح تغضب عند اهلها وعبد العزيز بيروح يصالحها، ويفضل الحال ده مستمر لحد ما اسماء تسمع خبر يصدمها. في مره اسماء تعبت جدا ولما تروح تكشف عند الدكتور يطلب منها تحاليل معينه، وبعد ما التحاليل دي تظهر الدكتور يقول لها ان انت بقى عندك سرطان الرحم. اسماء تسمع الخبر من هنا والدنيا تسود في وشها فجاه ويغمى عليها، والمفروض والطبيعي ان اي انسان خلقه ربنا ان لما يلاقي اي انسان تعبان ياخد بايده ويساعده لحد ما يخف، لكن عبد العزيز كان عكس كده خالص، ومعاملته ما اتغيرتش مع اسماء ولا كان بيراعي مرضها، وكان كل شويه بيضرب فيها عادي زي الاول، ويعدي الوقت والحمد لله اسماء عملت العمليه وخفت. وهنا عبد العزيز يبدا يزن على اسماء انها تبيع الشقه اللي ورثتها من ابوها، وهو كمان يبيع الشقه بتاعته اللي في بيت ابوه ويشتروا بيت على قدهم علشان جلال لما يكبر ويتجوز يلاقي شقه في بيت ابوه ما يبعدش عنهم. اسماء ترفض في الاول ولكن بعد كده توافق انها تبيع شقتها، وعبد العزيز يبيع الشقه بتاعته هو كمان لاخواته، ولكن بعد ما اخذ الفلوس من اخواته بلطج عليهم وفضل قاعد في الشقه اللي باعها، وبعد كده اخذ الفلوس بتاعته وبتاعت اسماء واشترى بيت في منطقه اسمها حلبه تبع محافظه القليوبيه، ولكن عبد العزيز بعد ما اشترى البيت مرضاش ينقل فيه وقال لمراته ان البيت ده بتاعه هو وبس ومش هينقل فيه دلوقتي خالص. وهنا اسماء تحس انها ضيعت فلوسها على الفاضي واديتها لواحد ما يستاهلش، وبسبب كده اسماء تتعب جدا ويزيد عليها مرض السرطان من تاني، وتبدا اسماء فعلا تزهق من عبد العزيز وتجيب اخرها، وفي يوم يتخانق
واتخانقوا خناقه كبيره جدا لدرجه ان اسماء طلبت الطلاق. وهنا عبد العزيز يتعصب عليها ويجيب حته حديده ويضربها بيها، وهنا تحاول تدافع على نفسها ولكن للاسف الحديده تنزل على دراعها تكسره. وفورا اهل عبد العزيز يطلعوا على صوت صريخ اسماء، ولما يلاقوا ان اسماء ايديها مكسوره يودوها للمستشفى بسرعه علشان ما يحصلهاش مضاعفات. ولما يودوها المستشفى الدكتور يقول لهم انها محتاجه عمليه، وفي نفس اللحظه اهل اسماء يجوا ويقولوا لها انك لازم ترفع عليه قضيه، ولما تطلعي من المستشفى لازم ترفعي عليه قضيه خلع. واسماء بعد ما تعمل العمليه وتطلع من المستشفى بتبقى مش باقي على حاجه في الدنيا خالص، علشان كده قررت انها ترفع على عبد العزيز قضيه خلع. وهنا عبد العزيز اول ما يسمع انها رفعت عليه قضيه خلع كان هيتجنن، ازاي ترفع عليا قضيه خلع؟ واتصل بيها في التليفون وقال لها ان انت لازم تتنازلي عن القضيه دي. ولكن اسماء كانت مصممه انها ترفع عليه قضيه خلع وتتطلق منه. وساعتها عبد العزيز اتجنن لدرجه ان هو فكر يقتلها، ولكن ما عرفش لان اسماء كانت دايما قاعده في البيت ومش بتقدر تتحرك بسبب السرطان اللي عندها، وبسبب برضو ايديها اللي اتعجزت خالص ومش بتقدر تحركها. علشان كده عبد العزيز قرر ان هو يندمها على اليوم اللي اتولدت فيه. وفي يوم عبد العزيز يتقل في شرب المخدرات وبعدها يرجع البيت يتصل باسماء ويقول لها ان هو هيموت ولادها الاربعه علشان يحرق قلبها عليهم. هنا اسماء قلبها يوجعها جدا وتخاف على عيالها، بس ترجع تقول لنفسها ان عبد العزيز مستحيل يعمل كده لان في الاول وفي الاخر ده ابوهم وهيخاف يعمل كده، وهو اكيد بيقول كده علشان اخاف على عيالي وارجع له. ولكن قلب الام دايما انها بتخاف على عيالها، كانت كل شويه تتصل بيهم وتطمن عليهم ان هم بخير. ويعدي يوم والتاني واسماء تيجي تتصل ببنتها، ولكن بنتها ما بترضاش ترد، واسماء بتبدا تقلق عليها جدا وتفضل تحاول تتصل بيهم ولكن برضه مفيش فايده، وتتصل باهل عبد العزيز علشان تطمن على عيالها. ولكن اهل عبد العزيز لما يرد عليها يقولوا لها ان هم ما شافوش عبد العزيز ولا عيالها بقالهم يومين. اسماء تبدا تنهار وتخاف على عيالها جدا وتطلب من اهلها ان هم ينزلوا ويروحوا الشقه بتاعت عبد العزيز ويطمنوها على عيالها. ولما اهلها يروحوا البيت فعلا ما يلاقوش عبد العزيز، ولما يرجعوا تاني ويقولوا لها ان هم ما لقوش عبد العزيز في البيت والعيال مش موجودين برضو، اسماء تطلب من اهلها ان هم يودوها البيت الجديد اللي اشتراه عبد العزيز. وفعلا اهلها يودوها البيت الجديد بتاع عبد العزيز علشان تشوف عيالها موجودين ولا لا. واول ما تخش البيت تلاقي عيالها الاربعه كلهم مقتولين على الارض. ساعتها اسماء تتصدم وما بتبقاش مصدقه عينيها وتنهار من العياط لدرجه انه يغمى عليها، وكان هيجي لها سكته قلبيه من كتر المشهد المرعب ده. واهل اسماء يبلغوا البوليس، ولما البوليس يجي ويرفع البصمات يعرفوا ان عبد العزيز هو اللي موت ولاده بالسكينه، ويبدا البوليس يعمل تحرياته ويبحث عن عبد العزيز في كل مكان. والحمد لله خلال فتره قصيره جدا يقدروا يمسكوه ويقبضوا عليه، ويعترف ان هو اللي عمل كده علشان يحرق قلب اسماء على اولادها. ويتضح بعد كده ان هو عمل كده تحت تاثير المخدرات. ولحد دلوقتي التحقيقات معاه لسه شغاله، واحنا واثقين في القضاء العادل ان هو يحكم عليه الحكم اللي يستاهله. لحد هنا انا خلصت، بس كالعاده في كلمتين عايز اقولها لكم. لما تيجوا تتجوزوا لازم تسالوا على اهل العريس ده كويس، وبلاش تختاروا بقلبكم واختاروا بعقلكم علشان ما تندموش بعد كده وترجعوا تقولوا يا ريت اللي كان مكان. ولازم تتاكدوا جدا ان العريس ده هيبقى قد المسؤوليه ويعرف يصرف على بيته. في النهايه ما تنساش بقى تعمل لايك واشتراك لو حابب تشوفني تاني. سلام.